محمد محمد. يا عم ما تناديني باسمي يا عم، انا لست خطيئه. ودي كانت بدايه اللعنه. حاجات عادي المجتمع خلاها مش عادي، عشان كده هي زهقت. اصل مستحيل، لا مش مستحيل قوي بصراحه، اصل في رجاله متفتحه، في رجاله مستحيل كده يندهوا على مراتاتهم ولا اخواتهم كده في الشارع عادي، على اساس ان لو حد عرف اسمها يشتمها بيه او يشتموا بيها. يعني ست تبقى عايشه لا بيها وعليها، وفجاه تلاقي عليها وعليها وعليها. والمشكله ان مش هي اللي بتحط نفسها في المكان ده، الرجاله هي اللي مش سايباها في حالها. مش الرجاله بس، ده المجتمع كله. لا ويقول لك الرجاله غابت والستات ثابت. لا، حوش انضباط الرجاله وعقلهم اللي يوزن بلد. اديك مثال، خد مثال. عندك مثلا الست الارمله تفضل عايشه على ذكرى جوزها العمر كله، ولو اتجوزت بعده تبقى مش اصيله. بس الراجل حقه انه ما يعيش وحيد ويتجوز واحده تربي له العيال عادي. الست المطلقه نسالها هي رايحه فين وجايه منين، ونتحكم في كل تصرفاتها ونحكم عليها هي كويسه ولا بقت سيئه السمعه بعد الطلاق. بس الراجل عادي من حقه يعيش حياته ويفضل يروح ويجي. هو يعني هيفضل زعلان عليها طول عمره؟ الراجل يطلق الست ويرميها لو مش بتخلف. بس لو عكسنا الموقف وهي اتطلقت عشان نفسها تبقى ام، تبقى ست مش جدعه ومش صبوره. طب عمركم شفتوا راجل بيتقال له استحمل عشان المركب تمشي؟ لا طبعا، دايما تتقال للست. ولا عمرنا سمعنا فلان شاف فلان بيشيش او بيشرب سجاير. بس لو شفنا بنت بتعمل كده يبقى خبر الموسم وننشره على جروبات الواتساب. الراجل يتثقف جنسيا قبل الجواز عادي، لكن البنت بقى قليله الادب وشمال. الراجل عادي يقول انا مصاحب ومرتبط، لكن البنت لو قالت كده تبقى مش متربيه، دي بتصاحب يا عم. ولا عمرنا سمعنا ان في راجل عانس عشان مش عاوز يتجوز، لكن البنت عنس. الراجل ما يبقاش عارف ولاده في سنه كام ولا مهتم بيهم ولا يعرف عنهم حاجه اصلا. ست لو عملت كده تبقى ام مهمله مش واخده بالها من ولادها. حتى الجري وركوب العجل في الشارع صعبتوه علينا. انت بقيتي بنت وانسه، ما ينفعش تجري في الشارع. ولو على العجل لما نسافر مصيف تبقي تركبيه هناك. موروثات غلط، وللاسف بنات كتير استسلمت ليه، بتخاف من كلام الناس. معايير الصح والغلط وتصرفاتنا عموما مش بتتحدد بناء على نوع الجنس، هو ولد ولا بنت. دي ثوابت غلط. اكتبوا لي في التعليقات الحاجات اللي المجتمع فرضها عليكم وانتم متضايقين منها وبتكرهوها.